مرحبا صبايا، كيفكن؟ هي أول فيديو روتيني طويل حابة أشارككم فيه. رح يكون الفيديو عبارة عن تنظيف البيت وعن طبختي. وبالبداية حابة أحكي أنا وياكم عن البيت وترتيب البيت وأعطيكم أفكار لتنظيم المطبخ، وبالأخص يلي مطبخها صغير وما عندها مساحات كافية. هون بالبداية أنا حبيت رتب بيتي، وطبعا بس نخلص رتابة البيت بنفوت على المطبخ وبننسى حالنا مثل العادة. هون عم شارككم أنا مطبخي صغير، وحبيت شارككم بشوية أفكار لحتى نستغل أي مساحة نقدر نستغلها. حبيت استغلها. هون أنا عندي متربنات، فحبيت أركب لهم رفوف واستغل المساحة بتنظيم مطبخي. بعد ما ركبت الرفوف حطيت عليهم متربانات، متربان البهار فوق ومتربانات السكر والشاي والقهوة تحت. بعد ما خلصت تركيب الرفوف وكتير انبسطت عليهم وحسيتهم كتير مرتبين وعطوا حركة حلوة كتير لمطبخي. عم بورجيكم هون بالإيزي بستخدمه لتنظيف السيراميك عندي بالمطبخ. كتير بيعطيه لمعة بنات وريحة حلوة، وما لك بحاجة إنك تستخدمي السيترس. طبعا إذا حيطانك ما فيها دهون وزيوت فما لك بحاجة إنك تحطي سيترس ومواد مذيبة للدهون. الإيزي لحاله بكفي، بيعطيه لمعة وبيعطيه نظافة كتير كتير روعة. حبيت شارككن هاي الفكرة وشوفوها وجربوها وشوفوا قديش رح تدعولي عليها. بعد ما خلصت مسح الحيطان في عندي شوية جلي، قلت لا حتى أجليهن قبل ما بلش بالطبخة، عشان متى ما بلشنا بالطبخة رح يبلش الجلي. فحكيت خلي المجلة نظيفة لما بدي أبلش بالطبخة أو بالغدا يكون المجلة نظيفة. جليتهم وخلصت منهم. حابة أحكي لكم شغلة صبايا لبين ما يخلصوا الجليات، إنه أنا بستخدم صابون، بش صابون أبيض كتير كتير صبايا ريحته حلوة وبيعطي نظافة وريحة، يعني بمجرد ما تشميها رح تدمنيها. مستحيل تقدري تخلي بيتك من برش الصابون الأبيض. أنا بستخدمه لكل إشي، حتى للخزاين بعبي كاس صغيرة وبحطه بقلب الخزاين، بتضل ريحة الخزاين صابون. صبايا مو طبيعية ريحة النظافة اللي بيعطينا إياها الصابون الأبيض. ريحة ونظافة بحسسك هيك، يعني كأنه بيتك مجرد صابون. يعني ريحة الصابون لحالها بتعطينا شعور بالنظافة، شعور إنه ما بعرف إيش أوصف لكم الشعور، بس إنه ريحة الصابون كتير حلوة صبايا. هذا هو النوع اللي أنا بستخدمه صبايا، هذا اسمه برش الصابون المعطر. صبايا زي ما حكيت لكم ريحته كتير حلوة وبينظف. هلا هون أنا بعد ما حطيت منه، حطيت منه فركته شوي وبتركه يعني شي 10 دقايق أو 5 دقايق يعني هيك ينقع ويطلع الأوساخ كلها. وشفتوا لما منجلي القهوة بضل اطراف المجلة كله قهوة وسواد، فكله بتطلعه ما بتخلي سواد، بتخلي المجلة أو حوض المجلة يرجع جديد. بتركه شي 5 دقايق، وبعد ما انقعه بكت عليه مي وبترجع المجلة عندي نظيفة وريحتها كتير حلوة. بالذات بالليل صبايا قبل ما تناموا وتخلصوا المطبخ حطوا منه بقلب الحوض تبع المجلة، بتقوموا الصبح بتشموا ريحة الصابون فايحة عنكم بالمطبخ. بعد ما خلصنا المطبخ والجلي والبيت بلشت بالغدا. كانت بنتي الوسطانية جاي عبالها مجدرة قدامها صحن سلطة. بيحكوا أجدادنا وأمهاتنا المجدرة أكلة مقدرة.
لما كنت صغيرة وكانوا يحكوا لنا إياها أمهاتنا نضحك نحكي شو بيحكوا، والله مش فاهمين شو بيحكوا. فلما كبرنا وصرنا ببيوتنا وصرنا مسؤولين عن أولاد وزوج وبيت، صرنا نحكي زي أمهاتنا وأجدادنا. بعد ما سلقت العدس فرمت البصل، فرمته ناعم وحطيته على العدس، خليه يدبل البصل مع العدس، وبتركهم يستووا لحد ما يستوي العدس والبصل يكون دبلان. بحط الزيت والملح والفلفل كله على العدس، وهون بلشت بالسلطة. حطيت بصل وعندي الليمون المفرز اللي فرزناه لرمضان متلج خالص، بلشت فيه بالبداية حتى يدوب. حطيت 4 مكعبات ليمون، بهالأثناء هون عندي العدس استوى. بحط الرز وبحركه منيح 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 وبهدي عليه، بتركه لحتى يستوي الرز. وهون بلشت بغسل الخضرة، أغسلها منيح، مع إني أنا بكون غاسلتها قبل ما أحطها بالبراد، بس لا شعوري لما بدي أجي أستخدمها لازم أرجع أغسلها مرة تانية. بحب صبايا بنهاية الأكلة أحط معلقتين سمنة على الرز، بحس الرز بيتفلفل بنهاية الأكلة، يعني قبل ما أطفي على الأكلة ب5 دقايق بحب أحط معلقتين سمنة، فبتعطي بصير الرز مفلفل. وهون بلشت بتقطيع السلطة. بالمناسبة يا بنات، شاركوني أفكاركن، شو محضرين لرمضان؟ شو مونتوا؟ شو جبتوا زينة؟ إن شاء الله أنا الفيديو الجاي رح شارككن زينتي برمضان إن شاء الله. شاركوني أفكاركن، خلينا نستفيد من بعض. إذا حبيتوا الفيديو تبعي أعطوني أفكار، شو بتحبوا شارككن. إذا عندكن أفكار بما إنه معينة هذا تشاركوني فيها، فيديو روتيني الأول. شاركوني أفكاركم بالتعليقات وأعطوني رأيكم بالفيديو. وهون نهيت السلطة. مين بحب دبس الرمان مع السلطة؟ كتير كتير زاكي وبيعطيه نكهة كتير طيبة للسلطة. بعد ما خلصت الغدا وجلينا الجليات حبيت أعمل لحالي كاسة نسكافيه جود داي طبعا. وشوف صبايا بالمناسبة كتير كتير بحب نوع هذا البسكوت، بيجي ناعم وهش ومش حلو زايد، يعني مناسب مع كاسة النسكافيه. كيفني معاكم؟ بستاهل هيك كاسة نسكافيه ولا لا؟ والله إني بستاهل بعد نهار مليء بالشغل والتنظيف، فبنستاهل هيك قعدة. وهون اجينا لفقرة المشتريات. حبيت شارككم الدريس اللي شاريته كتير حلو، قماشته حلوة صبايا، طويل بيجي، وجبت معه هالاكسسوار الناعم. أنا ما بحب الاكسسوار الدفش، بحب الأشياء السمبل الناعمة. هاي ساعة كتير حبيتها وحبيت موديلها، حسيتها ناعمة. اعطوني رأيكم صبايا، حبيتوها مثلي؟ كتير حسيتها حلوة وناعمة.
اشتريت هاي الإسوارة كمان كتير حسيتها ناعمة، بيجي عليها حجر لونه زهر، كتير لابق للفستان، كتير حبيتها كمان وحسيتها كتير ناعمة كمان. اعطوني رأيكم صبايا إذا حبيتوها مثلي ولا لا. وآخر شي اشتريت هذا السنسال لأنه حسيت صدره كتير ساعد على الفستان، فحكيت بدي إشي يعطيه نغرشة، كتير حبيته. بيجي 3 طبقات بس بطريقة كتير ناعمة وسمبل، فكتير حبيته. أعطوني رأيكم، وهذا كل شي. بتمنى يكون عجبكم فيديو روتيني لليوم، وبتمنى تكتبولي تعليق حلو مثل قلبكم الحلو. سلام.